احب توصل للفكرة اذا التاريخ ما يقرأ. احنا النية ما نندار، احنا صباع مو فقرة. يا ستار عالباطل سلم ننهد، الشمس قدامنا تبرد. ادينا للكرامة تلوح، تذوق المر ولا تنمد. يا ستار. السلام عليكم، شكم شباب، ان شاء الله بخير. رجعت لكم حلقة جديدة ولعبة جديدة، لعبة محاكي الشاحنات الامريكية يا ولد. حلقتنا لليوم هي حلقة تجربة من اللعبة، بها امريكا وبها دولة الارجنتين بطلة كاس العالم 2022، وبها البرازيل وبها دولة الارجنتين و اسمها ما ادري وين، دولة من دول امريكا. فاوكي يا ولد، حلقتنا اليوم سوف تكون حلقة جديدة وغريبة بنفس الوقت، لان الحلقة هاي اللعبة ولا مرة منزلها بالقناة يمي، فراح نستكشف. طبعا انا ما ليش اكذب عليكم، العبها خلف الكواليس بس وياكم على الونس. فاليوم راح ناخذ حمولة ننقل جبن 111 كيلو، $2000 سوف ينطونا على الحمولة. طبعا التريلا من عندهم والحمولة من عندهم، فيلا ليتس جو ناخذ الحمولة ونوصلها. دوسونا لايك واشتركوا بالقناة على الشباب، اشتركوا وانطونا رأيكم بالانترو الجديد للقناة. طبعا وانترو ايضا عندي ثاني ضامكم اياه ورا ما نرجع سلسلة جي تي اي سان اندرياس، ان شاء الله ذاك يكون الانترو مال السلسلة مال جي تي اي. نعلق اللايتات، نعلق كل شي. هي ذاب بيها واحد. طبعا الحمولة بصفنا مباشرة، فخل بس نعدل على ما نقدر نجلبها. بس خل ارجع الكش اللي ورا لان ما دا اشوف بالمراية. حلو. خل نكسر زايد على اليسرى. عمد ندل الحمولة وين الحمولة هنا. طبعا اكبر غلط غلطته لان الحمولة كانت ما شايفها بالمراية اليمي اليسرى. طبعا ما اعتمد على المراية اليمنى لان تعرف في الراس لا ما بيحيله. فبس خلنا نجلب العربانة. يا ليل العربانة ناصية والسيارة شوية شنقلها عالي، فخل ننزل. طبعا اللعبة بيها نزلة ايضا، فيرادنا الرفع شوية للعربانة. نرفعها نمد اتشلم. اوكي رفعنا السيارة العربانة. لماذا؟ ليش؟ فهمت. طبعا حاليا اتوقع صارت عائلة من السيارة. يا ليل خل ننزل. طبعا شوية يراد لها تركيز الحمولة او العربانة لان مرفوع. هي كانت نازلة بس انا رفعتها ما ادري ليش. ننزلها. انا مودي حاليا راح نشنقلها. طبعا بامريكا احنا حاليا. يعني شنها الحمولة اليوم اللي حتتعبني. يا الله عالية بعدها. خلاص مفروض تضبط. ضوجتني هاي الحمولة. واخيرا خلنا نرجع منظر من داخل السيارة. طبعا ما اعالج العالي ومن
طالعة ها منا لو ورايا الطلعة. ايه يب منا هذيك فتحة. فاوكي راح نطلع واخيرا 5 دقايق فقط على مود نجلب الحمولة. طبعا شفتوا الكلاوات مال اللعبة حاطين بعد الحمولة 111 كيلو. شوف حاطين حمولة 111 كيلو. هنا طلعت 171 وخير. طبعا كان ابو تريلا شفتوه من طلعت على الشارع كان بصفه مباشرة ودا يمشي بس عبارته هم زين مو ذيك البعد. فيا ولد المشكلة صارت عندك بجراند جي تي سان اندرياس دلايفر. ناس ما تعرفه غير الا دلايفر ما بليتو فدلايفر ما بليتو. المشكلة صارت بان دخلت دا اصوركم حلقة ال7 تقريبا اللي حنخلص بيها المهمة مدينة لوس سانتوس. شو دخلت اللعبة رفضت الدخول وخرجتني مرتين من اللعبة. فقلت ليش شو السالفة. طلعت السالفة اللعبة عندي شوية ضربت واضطريت انطختها واضطريت بان اللعبة امسحها الصراحة. فمسح مو مسحتها انمسحت هي من خرجتني التلفون علق عندي واللعبة ورا ما طفى بايدي من كنت داخل على اللعبة ورا ما اشتغل ورا ما شغلته لقيت اللعبة ماكو اللعبة محذوفة. فحاليا راح اضطر بان ارجع اثبتها وارجع اكمل المهام اللي اللعبة راح تطلع معيودة لازم من البداية. فراح اضطر بان ارجع من البداية من بداية اللعبة راح ارجع العبها لحد ما اوصل المكان اللي وصلنا انا وياكم وعلى مود انزل لكم الحلقة ال7. بس اذا نزلت لكم الحلقة ال7 وشفتوا سي جي مو ركضة مو مال عضلات اعذروني لان ما لح الحق لازم بيوم واحد اوصل لنفس المكان كنا واصلي له واسجل لكم الحلقة بس انزلها بنفس اليوم. فطبعا يا شباب اكو هواي بنات يعني هن ما التعليق ما يعلقن بس انا اقول لكم انا بمكانين ليش ما تقول شباب وبنات تقول شباب كلمة شباب تجمع الولد والبنية. ما يعتاز اقول شباب وبنات اقول شباب. واشكر حاليا شكو واحد جاي يشترك بالقناة ودي يتفاعل ويانا لان يا ولد نريد نقرب نريد نوصل طبعا ما اقولكم 500 مشترك او 1000 مشترك لان السالفة بعيدة بس نريد نوصل 400 مشترك بأقرب وقت ممكن وأدري بكم بتقدها وقدود. طبعا يا ولد بالمناسبة ما حكيتكم على اللعبة. هاي اللعبة أقدر أشتري بيها تريلا خاصة بيا يعني تريلا باسمي وأوصل بيها شحنات فقط. وأقدر أشتري تريلا
بنفس الوقت اشتري وياها عربانة على مود العربانة والتريلا من عندي، وفقط الحمولة من الشركات. فإذا التريلا من عندي والحمولة والعربانة من الشركة راح ينطوني فلوس هواية، يعني تقريبا من 20,000 ومن 10,000 دولار وفوق لحد 20,000 22 وهكذا. اما اذا التريلا منه والعربانة راح تكون اغلى، لان عربانة وخطورة حجرها من مدينة لمدينة، فراح تكون ابعد. ف طبعا هاي اللعبة اذا صارت عندي سيارة ان شاء الله، طبعا حاليا اكو سيارة ببالي داري اجمع لها جامع خلف الكواليس 51,000، وبعد داري اجمع الباقي. السيارة اللي اريد اجمع لها هي سعرها 91,000. طبعا ما قلت السيارة اللعبة هاي اذا ما تشيك السيارة، يعني اذا تظل تطلع بيها حمولات وما تشيكها وما تشوف منقصة ماي مال راديتر، منقصة ماي مال صحات، يراد لها تصليح، تقيتش التايرات نازل هواهن لو صاعد، منتهيات ولا التايرات، يعني عبارة عن محاكي شاحنات اصلية. يعني الشارع الشاحنات اللي باوروبا هاي من كذلك، يعني شلون الشاحنات الواقع، شلون يروح صاحبها يشيكها ويشوف الشغلات اللي بيها، معتازة دهن، معتازة غاز، معتازة شي، معتازة تصليح، هاي كذلك. وان شاء الله اذا عجبتكم اللعبة بالحلقات الجاية توضح لكم اللعبة ومن نشتري تريلا. واذا تصور حادث السيارة تعطل، واذا ما حطيت لها ماي الراديتر وطلعت بالسيارة تحمى عليك وتسوي لك سالفة، ولازم تطفيها بنص الشارع وما تمشي بيها وتنتظر والله مرة يا ولد كانت عندي تريلا حمت علي حمية، المحرك راد ينفجر، فتحت البنيد وشت هاي بحمولة، شت ساحب ورايا بضاعة دا اوصلها من شركة. جريتها ووقفت التريلا على الترابي وطفيت وطفيتها شنو دا تبرد السيارة الخاتون، متى ما بردت وبعتها عطلانة صار بها غاز جيت. بالعراق غاز جيت يعني المحرك راد تجفيت تصليح فتح. فاوكي يا ولد، وصلنا الحمولة لبر الامان، فما اريد اوصلها خليها هنا تريلا. واقدر اقول لكم لين وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، واراكم بالمقطع الجاي، ومع السلامة.